لوهلة راح تشعر إنها كيب تاون في جنوب أفريقيا. كلها داخل فوهة بركان. هاي عدن، المدينة العريقة. اوكي احنا وصلنا على الساحل، بحر العرب. تمام، هون الصومال، سقطرى. طلعوا البحر هذا مش ملموس. حاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 300,000 لايك عشان نروح سقطرى. عدن. سواحل ذهبية غير ملموسة في اليمن ما بين مدينة المكلا وعدن، وكأنها جزيرة سقطرى اللي هي الأجمل بالعالم. ولكن هاي المنطقة على طريقنا كانت، وإحنا متجهين إلى عدن. هاي هي محافظة شبوة. هاي عدن، مدينة التاريخ والجغرافيا بموقعها الاستراتيجي اللي جعلها مطمع لكل طامح بالسيطرة على منافذ التجارة العالمية عند خليج عدن وبحر العرب وباب المندب. وكانت تسمى جبل طارق الشرق في الحقبة البريطانية عدن، وكانت تلقب بعين اليمن. يا حيا وسهلا فيك. تستيقظ المدينة على صوت الأمواج، يخترق الوجود. لما كانت كل سفن العالم تمر منها. عدن هي موطن ومقام السفن. وكانت بريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. شهدت عدن عبر تاريخها صعودا وهبوطا، وفترات أخرى عانت من العزلة والانحسار. صحينا الصبح في مدينة عدن. درجة الحرارة جدا عالية بالصيف بسبب إنه المدينة مبنية على فوهة بركان. شوف القلعة. طلعنا على هاي القلعة، قلعة صيرة. منها بتشوف المدينة كاملة ونسمع القصة من أهل المدينة. هاي عدن القديمة، هيك بتشوفها، طلع المنظر. هاي كريتر. هذه كريتر. تخيل عدن بيحكوا لها كريتر. كريتر طبعا هي كلمة إنجليزية معناها فوهة بركان، بس شوف هي عن جد أنت فوق فوهة بركان. مر فيها حضارات أيوه ها؟ يعني كانت الهند وعدن وبريطانيا كلها بتوصل هيك تجارة. في فترة الحكم البريطاني كانت عدن تسمى جبل طارق الشرق. Important as a coal and oil station as well as a trade route. Aden, the gateway between east and west. احتلت بريطانيا عدن عام 1839، وعلى مدى 128 عاما اتخذت منها قاعدة عسكرية ومحطة تجارية لمناقلة بضائعها من الهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني إلى بريطانيا عبر ميناء عدن. الجاليات هذه لأنها مدينة عدن مدينة تجارية، فطبيعي إنه السكان الذي فيها بيكون من جميع مختلف الجنسيات ومن مختلف الديانات. طبعا الجالية الكبيرة اللي كانت موجودة في عدن هي الجالية الهندية. أولا الهنود كانوا موجودين من قبل الاستعمار البريطاني كتجار، بعد كده يعني احتلت عدن من قبل الإنجليز، جابوا معهم عدد كبير من القوات الهندية. عدن كانت تتبع لشركة الهند البريطانية. Aden has a mixed population of Arabs, Indians, Pakistanis and Somalis. هي عدن مدينة عربية عدد سكانها أكثر من 1,000,000، معظمهم اليمنيين العرب وبعض الصوماليين والهنود وجنسيات أخرى. وصل الإسلام إلى مدينة عدن في بدايات الدعوة، وفيها مساجد قديمة تعود للقرن الأول للهجرة، مثل هذا المسجد، مسجد أبانا، ومسجد العيدروس اللي عمره أكثر من 500 سنة. تنافست للسيطرة عليها عدة قوى عالمية عبر التاريخ، البرتغاليين والأيوبيين والأتراك والإنجليز وغيرهم، وتركت كل قوة سيطرت عليها أثراً ما زالت قائمة إلى اليوم، إلا أن الإنجليز كانوا الأكثر تأثيراً في تاريخ عدن وبنيتها التحتية. البرياني العدني. قررنا نجرب الزربيان، عدن، الأكل العدني الأشهر. أهلا وسهلا. في هالمدينة 20 سنة نبيع زربيان
مخلوق عدن، وجدي وابي وعمي وكلنا هنا موجودين، كلنا عدن. بس اصول من وين؟ اجداد من الهند. اجدادك من الهند؟ من الهند، بور بندر. رقم واحد داخل عدن. العدني الاصيل. اقدم مطعم. شغل نظيف جدا جدا جدا. يا الله بسم الله. اوكي هذا الرز. هذا الرز. الان اللحم تحته. اللحم تحته ايوه. زربيان الاصلي. ما فيش كلام. ما فيش كلام. تعال بعد 20 سنه 30 سنه لو موجودين بتحصل نفس انما لو راح بعد هذا واحد جربان لبيبه لا يقاوم. لا يقاوم؟ تاريخ هذا من زمان، من العالم عرفنا نفوسنا ونحن اطفال، ومحل لبيبه زربيان لا يعلى عليه صراحه. انت بتفتح ساعه واحده باليوم؟ ساعه واحده، ساعه ونص بالكثير. عليك طلب عالي. طيب تفتح فروع؟ لا فروع لا، خلاص هنا الطعم الاصلي. هاي قاعدين بيجهزوه، المحل فل، وهذا بيفتح ساعة ونص بس باليوم. كان زمان يفتح 3 أيام بالأسبوع بس. أقوى زربيان في العالم في عدن. 3 بايري. حسين الطلب أكثر من العرض. ايوه. إيش راح تسوي؟ شو بتسوي؟ عم حسين يا حسين. الله بسم الله بسم الله. هون الأصلي بقول لك، هذا مطعم لبيبة. واو. ايس كريم الملاي. ايس كريم الاشهر في عدن، ايس كريم شعبي هون في عدن، هو الاشهر. هو مسمى باسم المنطقه. عمر المحل هذا يعني تقريبا 70 عام. 70 عاما. 70 عاما، 70 سنه هذا المحل. الايس كريم هذا ايس كريم الملاي، معناتها قشطه الحليب من 6 الصباح الى 11 بالليل لين ما يوصل للحاله هذه. كم ساعه يعني؟ 12 ساعه؟ يعني 12 ساعه. 12 ساعه زي هيك بغلي بالضبط. حاسس حالي بدي ادخل اسبح. كله ايس كريم. واو، تحسه طعم قهوه على توفي على بدون سكر، قوي جدا. هو الاشهر والاقدم من ايام البريطانيين ما كانوا هون. رهيب رهيب، قوي جدا. يلا. والشاي؟ الشاي العدني مختلف شوي، انه ثقيل يعني. والشاي العدني من مدينة عدن هو الأشهر. عدني وبس. أهلا ومرحبا، أهل عدن كلهم يرحبوا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ يا حيا. شاي عدني. ايوه اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ تفضل الله يحييك. الشاي العدني يتكون من ايش؟ من حليب وشاي. اوكي. الشاي اللي هو يفوروه يسخنوه كثير. اوكي. يجلسوا يقولوا مين علم يفتح المقهى لما نسكر. اوكي. ويتغير طبعا. يطول يعني الشاي العدني هذا يجلس يسخنوه كثير فتره طويله. ايوه يعمل لك اول الشاي بعدين الحليب بعدين يدرقوه بدي الطريقه. فكان لازم نروح نجربه في أقدم وأشهر كافيه بالمدينة عشان يبرد منه نشربه. يعني هيك ما بتشربوه زي هيك؟ لا ما نشربه شيء. نجيب سيسر يا نحطه بالسيسر ونبرده ونرجعه ثاني مره بعدين نشرب. وطبعا المقاهي الشعبيه القديمه تجمع جميع الناس، الشخصيات الرياضيه والاجتماعيه والسياسيه عشان الشاي العدني، عشان الشاي والجمعه واللمه الحلوه. بس بعمل لك الطريقه حنشرب كذا. شوف ايش الطريقه هاي؟ بعدين نعمل كذا بكوبايه شويه دلا بشويش بعدين تشربوا كذا. تشرب من هذه؟ ايوه تشربوها كذا. وعدن من ميزتنا جماعه جميع العراق والديانات. يا حيا فيك وطلتك علينا احنا في مقهاية سكران الشهيره في الشارع القديم. صهاريج عدن أو خزانات عدن. هي الصهاريج في عدن هي خزانات مياه لتخزين المياه الأمطار. منظومة مياه، مجموعة يعني من الصهاريج متتابعة، وهي مبنية من عهد مملكة سبأ، وهي موجودة أيضا لحماية مدينة عدن من السيول. في عندك دروب بيسموها الدروب السبعة، وهي عبارة عن مصدات للمياه بتخفف من ضغط السيول اللي جاية من الجبال. وقد بنيت من الصخور البركانية
هندسة بديعة ودقة في البناء. صارت من التراث يعني ولا؟ أيوة، هو يقال أنه يعني بنيت في العام 1200 قبل الميلاد، وهي المعلم الوحيد اللي ما زال بيؤدي وظيفته إلى يومنا هذا. هو الصهريج عبارة عن خزان، هي كلمة فارسية مثل ما ذكرت لك معناها خزان المياه. هذا واحد من الصهاريج، وهي عبارة عن يعني منظومة. الماء بيوصل من الجبال، بينزل تدريجيا، بيمر على الدروب السبعة، بيمر على الصهريج الأول، بعدين الثاني، بعدين الثالث، وبعدين كل صهريج متصل بالثاني. صباح الخير من عدن. ساعة ليتل بن هون في عدن. ليتل بن هي النسخة المصغرة من ساعة بيج بن الموجودة في لندن. طبعا بنيت إبان الحقبة البريطانية لعدن تحديدا في عام 1906. كانت وقتها شغالة طبعا. وكأنك في لندن، ما هون بريطانيا إلها بصمتها في عدن. يقال انه هذه الساعة بنيت من اجل انه الملكة اليزابيث ما تشعرش بالغربة، وانها كانت مقيمة في فندق كريسنت اللي موجود هنا في التواهي. She has traveled about 18,500 miles around the globe, and Aden, the gateway between east and west, is her last port of call. تحب تطلع من الفندق وتشوف ساعة قدامها مثل ما تعودت انها تشوف ساعة بيج بن في لندن. في نص المدينة موجودة، من هون بتشوف المدينة كاملة، وعدن الصغيرة هناك. هي مدينة عدن، هون السواحل، هون المينا، هون وين كانت كل التجارة العالمية تمر من هون. شوفوا تاريخ يتحدث هنا. هذه عدن، وكأن الزمن توقف فيها، منارة انطفأ بريقها آخر عقدين من الزمن. فهل تعود إلى أيامها الخوالي يوم كان ميناؤها ثاني أنشط الموانئ العالمية بعد ميناء نيويورك؟ وهل تستعيد عافيتها وأيام مجدها التليد؟ طلع اليمن كله هون تفاصيل. شكرا على الهدية.